بن ديداي رئيس مصلحة التقنين وتدبير وحدة المرور بمديرية الأمن العمومي التابعة مديرية عامة الأمن الوطني. إذا بمناسبة المؤتمر الدولي للسلامة الطرقية، المديرية العامة للأمن الوطني تشارك بهذا الرواق المؤسساتي الخاص بالسلامة الطرقية، وهي مناسبة من أجل إطلاع الزوار والجمهور بالدور المنوط بالمصالح الأمنية الخاصة بالمراقبة الطرقية. هي مجموعة من المصالح المرتبطة ببعضها الخاصة بالجانب الزجري وخاصة أيضا بالجانب التوعوي. إذن بالنسبة للجانب الخاص بالمراقبة الطرقية والزجر، مجموعة من العناصر الأمنية أطر وعناصر يتم تأهيلهم وفق ظروف شروط خاصة وتزويدهم معلومات تقنية ومعلومات قانونية تؤهلهم من أجل ممارسة مهامهم بالشارع العام. إضافة إلى ذلك فالمديرية العامة للأمن الوطني تتوفر مجموعة من الوسائل اللوجستيكية التي تسهل عليهم هذه المهام الخاصة بالمراقبة وبالزجر بالشارع العام. مجموعة من المركبات التي تسهل السيورة ولا التحرك بالانتقال بين المحاور الطرقية، وأيضا تتوفر على ما يصطلح عليه المراقبة الموضوعاتية، يعني وسائل مراقبة مثل الرادار الذي يقوم بضبط السرعة التي تتحرك بها المركبات ليلا ونهارا، وأيضا جهاز قياس نسبة الكحول المنبعث من فم السائق. إلى الجانب الزجري فالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تأهيل عناصرها تراهن على الجانب الرقمنة وسائل تدخلاتها عبر استعمال مجموعة من الوسائل الحديثة التقنية التي تسهل مهام عناصرها أثناء أداء مهامهم. إذا إلى جانب هذه المهام الكلاسيكية والمهام الخاصة بزجر المخالفات، ما نسوش الجانب التوعوي والتحسيسي الذي تقوم به هذه المديرية، وذلك ابتداء من سنة 2019، حيث قامت بتأهيل مجموعة من الأطر والعناصر من أجل القيام بهذه المهام داخل المؤسسات التعليمية. إذا منذ بداية السنة الدراسية تقوم مجموعة من الفرق على مستوى الصعيد الوطني جميع المؤسسات التعليمية باختلاف أسلاكها وأنواعها خاصة وعمومية. يتم ولوج المؤسسات باش نشرحوا مباشرة للوليدات والتلاميذ ديالنا شنو هو الدور ديال الشرطي، شنو هي المهام ديالو، كيفاش ممكن نحميوهم ونحمي وليداتنا جميعا من مخاطر الطريق. لأننا نحن هنا واعيين اليوم بالرجوع إلى إحصائيات وترتيبها، وخاصة أن الفئة عديمي الحماية هم الأكثر ارتباطا بهذا النوع من الحوادث، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحوادث المميتة. فهو الآن حان الوقت أننا خصهم يوعوا بهذه المخاطر، والرسالة اللي تتلقاها من عند الشرطي مباشرة أكيد غادي يكون عندها الوقع أفضل من رسالة لو أنه تلقاها بصفة شخصية عن طريق البحث الخاص أو عن طريق الأستاذ ديالو داخل المؤسسة التعليمية. وشكرا.